يا أهلا بيكم. النهاردة عايز أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا يمكن بيتوقف عليه نجاح مشروعك أو نجاح فكرة مشروعك. إحنا قبل ما بنبدأ مشروع أو قبل ما بساعد حد إن هو يبدأ مشروعه ببص للفكرة بتاعته. في فرق كبير جدا بين فكرة حلوة وإزاي الفكرة دي تتحول لفرصة استثمارية. يعني إيه الكلام دوت أو إيه الفرق بين الفكرة الحلوة والفرصة الاستثمارية؟ أنت ممكن يكون عندك فكرة جميلة جدا، الفكرة عجباك، الفكرة شايف إن تقدر تحولها لمشروع. طب ده كويس جدا. احنا بقى لما بنيجي نشتغل على الفكرة ديت اللي هي فكرة حلوة وان انت شايف ان هي فعلا فكرة جميلة وهتحقق لك ربح كويس جدا، احنا بنفكر في الفكرة ديت هل هي فعلا تقدر تتحول لفرصة استثمارية ولا لا. يعني ايه؟ يعني الفكرة دي لما تبقى مشروع، تبقى منتج او سيرفيس، هتلاقي مشتري. طيب الفكرة اللي عندك لما انت تيجي تنفذها او تيجي تطبقها اكيد ليها بروسيس معينه هتقدمها بيها وليها وصف وليها فيتشرز وليها مزايا ان انت هتنزل بيها السوق الى اخر البيزنس اناليسيس او البيزنس استراتيجي اللي انت هتمشي بيها. طيب الفرصه الاستثماريه بقى، انت هتقدم فعلا الفكره دي بشكل منتج او شكل خدمه فعلا العميل محتاجها، فعلا العميل عنده نيد ليها، هو حاسس ان هو فعلا هيهتم ان هو يشتريها. لو ما لقيناش اجابات على الاسئله ديت يبقى فكره مشروعك مش ناجحه. مش معنى كده ان الفكره دي ما تتقدمش، لا، احنا بنصيغ الفكره دي وازاي نحولها لفرصه استثماريه، ازاي نطلع من الفكره دي بعد معين برساله تسويقيه معينه بصيغه بيزنس موديل معينه ان هي تتحول لفرصه استثماريه. يعني ببساطه ازاي نحول فكرتك لاحتياج عند العميل، لان العميل لو محتاج اللي انت بتقدمه اكيد هيشتريه. طب لو العميل مش حاسس ان هو محتاج ده، ازاي بقى تخلق الاحتياج، تحسسه ان هو فعلا محتاج دوت وقد ايه ده هيغير حياته. العميل بيشتري بسببين او عشان حاجه من الاتنين، يا عايز يكسب اللي انت بتقدمه له، يا اما خايف يخسر اللي انت قدمته له. طب ايه الكلام الغريب ده؟ يعني انا دلوقتي بقدم لك منتج، المنتج عجبك جدا، عجبك لدرجه انت عايز تكسبه، يعني انت عايز تكسب المنتج ده، عايز تتمتع بالمزايا بتاعته، بس ستيل انت ما خدتش المنتج، انت عايز لسه تكسبه. طيب الاقوى بقى من ده، العميل بيشتري ان هو خايف يخسر مزايا المنتج. ببساطة لو انت قدمت منتج بيحل مشكلة حقيقية عند عميل وحسسته بقد ايه ان المنتج ده هيعيشه بشكل ايجابي، هيديله الحل الايجابي، هيديله مود نفسي كويس، هيحلله مشاكله، انت عيشته الاحساس المنتج بتاعك هيديهوله. لو انت وصلت العميل لدوت فهو ببساطة هيخاف يخسر الاحساس ده، وده اللي بيولد سرعة الاقتناع بالشراء. يبقى ببساطة انت لازم تخلي فكرتك فرصة استثمارية بتحسس العميل قد ايه الفرصة بتاعتك او المنتج بتاعك او الخدمة بتاعتك اللي انت بتقدمها اللي هي بقت فرصة استثمارية قد ايه هي فعلا بتحل له مشاكله، وبعد ما حلت له مشاكله قد ايه فعلا هتعيشه بايجابيه. يعني ببساطه اي حد بيدور على بيزنس كونسلتنت ايجنسي هو مش عايز يخسر مشروع. طيب انا ممكن اقول لك انت هتكسب، طب اوريدي انا بكسب، طب انت هتطور مشروعك، طب اوريدي انا بطور مشروعي اوريدي وانا ما عنديش مشكله، بس انا ممكن اكلمك عن خوفك من الخساره، عن المشاكل اللي هتقابلك نتيجه وضع اقتصادي معين، او هروب التيم الكفء من عندك، الموظفين الاكفاء، او الى اخر كل المشاكل ديت. فانا بولد عندك حاله خوف، لكن لو انت عايز تحمي نفسك من الخوف ده او من المشكله دي، المنتج بتاعك بيحميك. ده ببساطه اللي انت لازم تفكر فيه. وخلي بالك ان انت لو فعلا بتقدم وعد حقيقي للعميل وبتنفذه، انت كده بقيت براند. يعني مش ببساطه ان او مش الموضوع مش هقول لك خلي بالك انا هعمل لك 1 2 3، لا، لازم اكون انا قادر ان انا احقق لك ده، لازم اكون قادر ان انا فعلا انقلك من نقطه سلبيه لنقطه ايجابيه. لو انت عملت ده بجد وحولت فكرتك لفرصه استثماريه بتلبي احتياج او بتخلق احتياج وبتحمي العميل من خساره، بجد انت هتبقى براند في وقت قصير جدا. انا محمد عبد الله، سي او شركه بزنس اسمبل. ولو انت محتاج فعلا اي تطوير للمشاريع، سجل في اللينك اللي موجود في البوست، هتلاقي لينك هيفتح لك داتا انت هتملاها، اسمك وميلك وتليفونك، وبعد كده هتختار ميتنج نص ساعه هكلمك او هنتكلم مع بعض ازاي تقدم شركتك وتقدم منتجك بشكل فعلا يضمن لك بقائك في السوق لاطول مده ممكنه. شكرا.